يعني الانسان اللي ياكل من الانتاج تاع الاخرين ماهوش حر. ماهوش حر. وشفتوا مرينا بمرحله وين كان شراء القمح كان صعب، أن طاح في مرحلة تاع حرب وتاع كذا وتاع. بالنسبة للقمح الصلب أنا التزمت أن سنة 2025 نوصل لاكتفاء تام إن شاء الله. كذا القمح الصلب هو أساس التغذية تاعنا، لا بالنسبة للكسكس ولا بالنسبة للعجائن ولا بالنسبة إن شاء الله هذا نوصل له. تبقى القمح اللين اللي في الواقع كان دخيل على الاقتصاد نتاعنا، جا مع المستعمر. كذلك نحاول باش نوصل لاكتفاء. لما وصلناش لاكتفاء معليش، لأن السعر نتاع القمح اللين يعني أقل من السعر نتاع النذرة تكون في القمح الصلب. القمح اللين موجود ولكن نحاول كذلك باش نوصل لاكتفاء. بالنسبة لباقي إنتاج الفلاحي، اليوم الحمد لله الإنتاج تاعنا مرغوب فيه جيد لدرجة ما تصورش ونضيف. اليوم راهم أشقائنا في الخليج وفي حتى الناس اللي راغبين في شراء منتوج فلاحي جزائري في أوروبا اليوم يعني فرحانين بالجودة نتاع المنتوج، بالإضافة إلى الفلاحة تبغي الحرية.